اروح اهد الجامع بيت ربنا اللي بقاله 50 سنه؟ لا طبعا. اهده؟ انا عاوز اعرف هو انا في غزه بقالي اكتر من 5 سنوات بتحارب ابور ارض عشان ابقى راجل كويس، كنت ابيع ارض واقسمها عشان ابقى راجل كويس. انا عاوز اعرف انا بتحارب من هؤلاء ليه؟ عشان دولت هم اللي مورين اراضيهم واشتكيتهم. والمفروض المحافظ يجي يقف كده ويتصور ويقول ده راجل مواطن مصري وطني صحيح حافظ على ارضه قدام البلد، ما عملش زي اللي عاملين ويحول الناس دي كلها للنيابه. نزلت قرية الخوالد الإبلية التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ عشان أرصد لكم استغاثة من الحاج صابر. طبعا برنامجنا حيادي جدا، حق رد مكفول للجميع، الكلام على مسؤولية روي. هنعرف نوع الاستغاثة من الحاج صابر شخصيا. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا مرحبا يا استاذي. سعيدة جدا ان انا اول مرة انزل سيدي سالم. الله يخليك، وربنا شرف يا رب لينا. ان شاء الله يجعل حل مشكلتك على ايدينا ان شاء الله. شرف لينا نزولك سيدي سالم ومحافظة كفر الشيخ كلها نتشرف بحضرتك. ربنا يعزك. واني وجع عليا ظلم يامي وظلم بدون وجه حق من فئة شغالة في منطقة إصلاح شلمة في الزراعة. وجع عليا ظلم ومتحرر ليا محضر في 2011. المحضر اهوت سعادتك. هم اللي عاملينه فيه؟ ايوه في 2011. المكان اللي احنا قاعدين فيه تم تكنينه، تم التصالح فيه، كل شيء خلصته. يعني البيت اللي حضرتك قاعد فيه ده ملكك؟ ملكي. ملك خاص ليك؟ مش تبع املاك دوله؟ لا ملكك انت شخصيا؟ ملكي شخصيا ومعايا حيازتي الزراعيه والبطاقه الكمبيوتر وكل شيء. رجعوا تاني حرروا له محضر تقسيم باسمي. سعادتك هنا في بند في محضر التقسيم لما الدوله بتنزل قانون بتنزله صح، ما بتنزلوش غلط. انا راجل فلاح لا اجيد القراءه ولا الكتابه، بس انا الراجل اللي بسمعه بفهمه. هنا مكتوب في محضر التقسيم سعادتك خدت بالك اسم المالك اللي جنب التقسيم واسم المشتري. طب انا لا قسمت ولا بيعت، طب فين المشتري؟ مش موجود المشتري. النيابه لا تاخد بالحاجه ورق محرر وخلاص. بس ايه الاسباب؟ من المفروض دي محضر متحرر ضد غلط للوقوع الاذى بيه، وكنت متعرض لسنه سجن و10000 جنيه غرامه دفعتهم وخدت لي فيها شهر سجن وطلعت. يعني حكموا عليك بشهر ودفعت 10000 جنيه غرامه. 10000 جنيه غرامه سعادتك. ده بناء على ايه يا حاج؟ على محضر التقسيم اللي هو معمول لي بالغلط من قبل كان بوقتها مدير الجمعيه. ممكن اذكر اسمه ولا لا سعادتك؟ لا بلاش ذكر اسماء يا حاج. لا خلاص ماشي. دي متحرر سنه 2018 سعادتك. 10/4/2018 سعادتك. دي وجع عليها اذى وضرر كبير منه. دي خدت بالك محضر من الوحده المحليه بتاريخ 16/5 برضه. سعادتك ممكن الورق دي كله انا عاوزه يتعرض على الكاميرا عشان بس اللي يبقى كل واحد معروف. راجع تاني اتفاجئ في 2022 متحرر محضر باسم زوجتي. هي لا مراتك كمان. هي لا حيازه فدانيين. طيب في نفس المكان لو مؤاخذه الحدود اللي هي الغربيه. المحاضر دي بايه يا حاج؟ محاضر تبوير. محاضر تبوير سعادتك الخديه كله انا عاوزه يتصور وارضه قدام بلد اتعرض عليه. طب ما الارض مش بايره قدامنا اهو. لا سعادتك ما هو شغل تصفيه حسابات خلافات خدت بالك. يعني كان في خلاف بينك وبين الاشخاص ديت قبل كده؟ لا هو انا يعني هم اللي تعرضوا لي وفي خلافات شخصيه بناتهم. اللي هو راجل خدت بالك مثلا في خلافات مع اخواتي فانا اتدخلت ووقفت له. اما اشتغل عليا انا بقى. يعني هو دلوقتي هو واخواتي عادي لكن انا لا اللي وقف حجر العطره يعني اللي هو فيه المخلص اللي تقطيعه والهدوء. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. فانا برضه انا سعادتك يا استاذي خدت بالك انا من النوع اللي ما اشوفش غلط او باطل وهسكت عنه. لو همشي ابيع هدومي مش هسكت عن حقي. وبعد ما انا اللي قاضي واتمنى اللي هو يوصل للجميع او يوصل للساده الشرفاء المسؤولين في الزراعه وفي الدوله يجوا سعادتك خدت بالك يفتحوا تحقيق شامل ويطلع على كل شيء. دي اللي انا بتمناه. التقسيم بس هو اللي حضرتك اخدت فيه شهر خدت بالك ودوكا تم فيه التصالح خدت بالك اللي انا كننت ولسه فاضل جديه التصالح والبيت. حتى انا الدور الثاني سعادتك ممكن تشوفوه ما رضيتش اصبه ملتزم واحتراما للدوله. طيب انت يا دوله او المسؤولين ازاي قال هل يحترموا كده؟ يجب عليهم يحترموا كده. خدت بال معليكي. دي برضه محضر باسم الحاجه مراتي خدت بالك
بقرات ارض بتحرر من قبل واحد جابوه لو مؤاخذه سعادتك اشتغلت. شغلوه بمحضر مجلس اداره شهرين لحد ما حرر المحضر وقاموا مروحينه. لا اله الا الله. اي والله. خدت بالك؟ ده انا يعني بجيب لك ايه دي. شغلوه قد ايه؟ شغلوه شهرين لتحرير المحضر. ده كله تبوير الارض. دي تبوير سعادتك موجود. محاضر تبوير يعني اتمنى المحاضر دي. مش هي ديت الارض يا حاج؟ ايوه يا استاذ. لا هي دي ارضي من هنا لحد طريق اسفلت البلد قدام مني. هناك خط كهرباء وميه مرشح موجوده. ما رضيتش ابيع ايراد ارض. لو بعت ايراد ارض ابيع ارض كلها وامشي من هنا. انا طبيعتي كده. خدت بال معاليكي؟ طب ما فكرتش تبيع الارض وتخلص من المشاكل دي؟ لا ما اللي يهرب من المشاكل يبقى مش راجل. اللي يهرب من المشاكل يبقى مش راجل. بس اني ما اتحملش ضغط اكتر من كده. ما اتحملش ضغط اكتر من كده. ممكن لا ده انا اسيب ارض واسيب دنيتي وامشي. لا ديت مش مرجلي. لا انا واقف وادور على حقي. وسعادتك خدت بالك انتم من الناس الشرفاء الناس المحترمين وصلوا كلمه الحق للساده المسؤولين. واطلب مش هسكت. في نيابه في قانون يحكم من اكبر واحد في الدوله لاصغر واحد. في قانون يحكم الكل. طبعا بلدنا بلد قانون. خدت بال معاليكي؟ ده محضر تاني باسم زوجتي ب3 جراريط. يبقى كده مجموع زوجتي 4 جراريط ارض بيري. طب انا متحرر لمحضر ب 600 متر يعني 4 جراريط محضر ب 200 متر يبقى كده 5 جراريط. دي سعادتك برضو محضر باسم الحجي خدت بالك ب3 جراريط في شهر 11 خدت بالك 2023. يعني الشغل دي كله ليه؟ ان هو الراجل اللي بيحرر المحاضره او ورا تحرير المحاضر شغال خدت بالك انا عنده 16 ايراد اشتكيته فيهم عشان يزرعهم. خدت بالك دي الخلاف اللي هو قايم بينه وبينه. انت بتطبق القانون على الناس ما تطبقوه على انفسهم الاول. يعني هو عنده ارض بايره؟ ارض بايره غرب القريه سعادتي وجايين بتقسيمه. طب هو تعمل له محضر تقسيم وبيعها قسمها جرارته وبيعها يا سعادتي. خدت بالك؟ ده محضر ليا سعادتك ب4 جراريط ليه. عدد المحاضر دي كام يا حاج؟ عدد المحاضر خدت بالك ادي 3 و3 6 محاضر. 6 محاضر. خدت بالك ليه عندي ما عنديش ما قسمتش ما بيعتش. هنا الدوله لما قالت له يا راجل اللي ماسك تحرر محضر خدت بالك في بند كذا الراجل دي قسم ما قسمت. الناس اللي قسمت وباعت وعملت ما تحررلهاش محاضر وهو واحد منهم غرب القريه. خدت بال معاليكي؟ دي كل اللي حصل لي. وانا دي الراجل اللي هو شغال وبيعمل محاضر راجل شغال بمحضر مجلس اداره غير معين. يعني شغله باطل ويعتبر تحرير محاضر باطله. بس الجهات القانونيه ما تعرفش كده. ما تعرفش اللي دي راجل خدت بالك غير معين. وهذا خدت بالك ده اللي هو اتمنى. طب انت ما حاولتش ان انت تثبت براءتك؟ مش معاك محامي؟ ما حاولتش يبقى لك محامي يدافع عنك ويقول مثلا ان الاراضي ديت مش بايره ولا متقسمه؟ المحامي ده راجل محامي مدني. انت كلامك محترم وكلام على دماغي. طيب الجهات القانونيه بتخاطب جهه قانونيه يبقى مين اللي هيتسمع؟ اني كراجل لي حق الدولي زيه بس يقول لك ده احنا راجل مانحينه الضبطيه قضيه. ده راجل قانوني راجل دوله بيخاطب دوله يبقى بيصدقوه. هو كذاب هو كذي وما بيصدقوه. بيحرر باطل هم بيصدقوه. ان دي قانونيه. ازاي يعني انت مش ليك حق تدافع عن نفسك؟ اكيد طبعا بلدنا دوله قانون وقضاء دولة قانون عادل واكيد طبعا يهمهم جدا ان الحقيقه تبان. تمام سعادتك. طيب هنا لو القانون سعادتك ياما ناس تعمل لها محاضره ظلم او كذا خدت بالك لما اجي انا استجيب او استغيث بسياده الوكيل النيابي او في القضاء واقول له اطلب من لجنه سعادتك هل عنده استطاعه يسمعني؟ وفي منهم يعني انا لو مؤاخذه خدت بالك من سنتين يعني الراجل ده انا يعني لحد الان بعزه انا ما اعرفوش. سياده المستشار اللي هو رئيس محكمه الزقازيق نزل واتحرى في الشارع وصور في الشارع الحادثه بتاع واحد اللي هو كان بتاع كشك وكلام من دي. بقيت اتمنى اللي ده يكون فيه كده. يعني بقيت اتمنى اللي ده يكون فيه يعني كده الحقيقه. يعني لما اجي انا راجل فلاح بسيط لا جيد القراءه ولا الكتابه المفروض اني يسمعني. طيب اللي محرر باطل وبيتاذى يتساب ولا المفروض يتحاسب؟
والمفروض يتحقق معاه. ما انت ما اخدتش اجراء قانوني ضده سعادتك لا روح، لا اجراء قانوني يعني سعادتك يا استاذي روح. منهم مثلا الراجل اللي هو مشغل الناس دي او مشغل المراقب العام في قطاع ابو سكين، خدت بالك؟ انت سعادتك طلبت مني ما اذكرش اسامي، فانا هحترم وما اذكرش اسامي، لكن انا عندي استعداد لا قبل كده اذكر وانا وهم، والقانون ما يعنينيش، بس انا احترم وجود سعادتك ومش ذاكر اسامي. السيد المراقب العام قطاع ابو سكين، خدت بالك؟ بالحمول. رحت عشان اقابل السيد المحافظ، خدت بالك؟ المدير مكتب السيد المحافظ الاستاذ مكتب خدمه المواطنين قال لي جيب الشكوى اما نشوفها. قلت له لا قضيه الطلب اهو، اتمنى الطلب ده لو يتصور، خدت بالك؟ وكل اللي اديته لك اتمنى يتصور، خدت بالك؟ احنا ما بنذكرش اسامي، ده لو الطلب اهو بتاع السيد المحافظ لمقابله السيد اللواء الوزير محافظ كفر الشيخ، خدت بالك؟ قال لي والله اكتب لي الحيثيات كلها عشان نشوف المحافظ، خدت بالك؟ هيرضى او مش هيرضى. قال لا، هو السيد الرئيس لما خلى المحافظ قال له انت مكاني، انت مكاني، يعني السيد الرئيس مش هيلف كل يوم على 27 محافظه، من المفروض دي مكانه، من المفروض انا لما اروح بشكوى يحدد لي ميعاد لمقابله المحافظ، انقل له يحاسب الناس بتوع دول، ما هو اللي مخلي المراقب، هو اللي مخلي المراقب من سنه. المراقب دي، المراقب يقول لهم حرروا له محاضر وطلعوا دون دي، حصل نصا حصل، خدت بالك؟ وتحرر له محاضر فعلا، خدت بالك؟ 2023 وقوع الاذى بيا انا ومراتي ام عيالي، خدت بالك؟ كل حاجه موجوده، دي كله انا جريت ودورت، ما حدش رضى يستجيب معايا، عشان انت سعادتك بتقولي لي، خدت بالك؟ اجي وادور على حاجه، انا لما اقف قدام القاضي مش هيستنى ان انا اعمل كذا. ادي ارقام شكاوي سعادتك للسيد المحافظ، خدت بالك؟ برضه رحت، خدت بالك؟ يوم 17 12 2023، خدت بالك؟ ارقام 4 شكاوي موجوده، خدت بالك؟ رحت قبل كده للرقابه الاداريه، رحت للنيابه الاداريه، رحت للجهات كلها. انت بتروحي بيحرروا تاني ضدي بالباطل. ارض موجوده قدام بلد، اتحدى الجمهوريه كلها في واحد ارضه في الموقع ده وفي المكان ده اللي حافظ على ارضه زيي. فاللي انا بتمنى كانت الدوله ايه؟ ينزل المحافظ يشوف، يكلف واحد من الناس العسكريين او من الجيش الشرفاء ينزل يشوف ويكتب له تقرير. ده من المفروض انا اتكرم عشان حافظت على، من المفروض المحافظ يجي يقف كويس ويتصور ويقول ده راجل مواطن مصري وطني صحيح، حافظ على ارضه قدام البلد، ما عملش زي اللي عاملين، ويحول الناس دي كلها للنيابه، يحول دول كلك للنيابه. دي سياده المحافظ، من المفروض كده سعادتك، لكن لا، ما حدش بيسمع. اروح اقدم طلباتك ايه يا حاج؟ طلباتي اللي انا اطلبه، بناشد السيد الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، احنا ما فيش قدامنا الا هو، وهو كتر خيره وربنا يعينه ويقويه على اللي هو فيه. اطلب بتكليف واحد من الرئاسه من الجيش ينزل، حتى لو اللي هو مثلا القائد الجيش مثلا في كفر الشيخ او في المنطقه، يعني السيد الرئيس مثلا مره يعني شفته قال لهم الراجل اللي متعدي في اسكندريه وكذا حطوه في السجن لحد ما يتنزل على املاك الدوله، على ملك الدوله، وفتحوا تحقيق مع المين اللي عمله في المحافظه لو هو طلع معاه. طب ما انا عاوز كده، انا عاوز واحد كده، لو انا عندي غلط لا اسيب ارضي وامشي. لكن اللي حرر محاضر بالباطل اطلب محاسبته قانونيا. تنزل لجنه من المحافظه، رحت للمحافظه اكتر من مره، في 2020 رحت للمحافظ، يقول لي ده احنا في ايام كورونا وما بيقابلش حد. يعني هم عندهم، مش انت طلعت براءه في معظم المحاضر؟ حتى لو طلع براءه. طب ما انت ممكن تعمل لا دي كل، لا دي كله سعادتك الباطل ما يمشيش سعادتك يا استاذي، الباطل يتوضع له حد. انا يمكن اقف وادور على حق، بس في غيره مش قادر، مش عارف. اللي بيتلجح في السجن بيتلجح، دي كله ظلم. انا النهارده دي عندي 3 محاضر معمولين، يعتبر انا راجل متعرض للسجن في اي لحظه فيهم. طب يرضي ربنا؟ ما يرضاش ربنا. طب عندي؟ لا ما عنديش. طب ازاي من سمح لك اروح اهد الجامع بيت ربنا اللي بقاله 50 سنه؟ لا طبعا. اهده؟ انا يعني انا عاوز اعرف هو انا في غزه ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عاوز العاد، عاوز اي جهه مسؤوله محترمه قانونيه تحاسبني قبل ما تحاسبه. تحاسبني قبل ما تحاسبه. دي اللي انا بتمناه ان شاء الله. لما اجي ابص سعادتك، معلش انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه، بناشد السيد النائب العام جمهوريه مصر العربيه، السيد وزير العدل، السيد الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء، بناشدهم على كشف الحقيقه في قريه الخوالي القبليه
مركز سيدي سالم محافظه كفر الشيخ على الحقيقه، وايه الفساد اللي موجود في الزراعه. خدت بال سعادتك؟ رقم تليفون سعادتك ممكن اقوله لك. رقم تليفوني 010 211 65 كلنا ثقة في قضاء مصر العادل، كلنا ثقة ان صاحب الحق اكيد هياخد. بكده انتهت حلقتنا النهارده، دمتم في رعاية الله وامنه. كان معكم سميحة صلاح في حادث الشارع.